قال لينا هي. قلت له شكون هي؟ قال لي بغات تقتلني. انا بقيت مصدوم فيه. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قصة جديدة. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو في القصة نيشان. داك النهار كان يوم الخميس، الساعة كانت كتشير 12:30 ديال الليل، وانا ناعس في بيتي حتى غنسمع التليفون ديالي كيرن. شكون هذا يا ربي اللي كيرن عليا في هذا الوقت؟ يا ربي تسمعنا اخبار الخير، ما موالف حد يعيط عليا في هذا الوقيته بالليل. المهم هزيت التليفون، شفت شكون، لقيت ديك النمرة غريبة وما معروفاش، ويا ريتني في ديك اللحظة غير ما جاوبتش على هذا الاتصال اللي غادي يقلب لي حياتي رأسا على عقب، ونعيش الجحيم اللي عمري عشته في حياتي كاملة. بغيت نعرفكم براسي بعده. انا سميتي ابراهيم، وفي عمري 25 عام، ساكن مع والديا وخوتي في السون طلابي ديال طنجة. المهم كما قلت لكم جاني داك الاتصال الغريب، وقبل ما نهز التليفون نرد عليه حسيت بواحد الاحساس غريب، وقلبي تقبض عليا بلا حتى شي سبب. هزيت عليه قلت ليه الو السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام، واش ابراهيم هذا؟ كان الصوت ديالو بحال غريب شي شويه، كان صوتو خشن بزاف. المهم قلت ليه هو هذا، ولكن شكون معايا؟ قال لي ماشي مهم تعرف، والنمرة ديالك عطاها لي واحد السيد. قلت ليه شكون هاد السيد اللي عطاك النمرة؟ قال لي المهم من بعد غادي تعرف. قال لي واش بغيتي تطلع تخدم في الفلاحة في العروبية، وبالضبط في مدينة مراكش؟ قلت ليه انا نيت كنت كنقلب على شي خدمة، ولكن المشكلة هي انني ما كنعرفكش. قال لي حتى انا ما كنعرفكش، غير النمرة ديالك عطاها لي واحد صاحبك قريب ليك بزاف. عييت معاه باش يقول لي شكون هذا، ولكن ما بغاش يقول لي. في الاخير قال لي واش بغيتي تطلع تخدم ولا ندبر على شي واحد اخر؟ فهاد اللحظة ما بغيتش نضيع هاد الفرصة، حيت بزاف وانا كنقلب على شي خدمة ولكن ما لقيتش، ودابا لقيتها خاصني ضروري نطلع نخدم. رديت عليه قلت ليه صافي غادي نطلع ونجي عندك نخدم. سولته قلت ليه واش ما محتاج زعما شي خدام اخر نجيبو معايا يخدم، حيت انا كنت باغي شي حد اللي يونسني، ولا اكثر من هذا راني طالع نخدم مع واحد السيد اللي ما كنعرفوش. قال لي اللي كان جيبو معاك، الخدمه موجوده هنايا، وانا على نيتي تيقتو بحال الحمار. لو كنت عارف شنو غادي يوقع ليا ما كنتش زدت معاه هضره وحده وقطعت عليه، ولكن انا تيقتو ودرت ديك النيه الخاويه. المهم في ديك اللحظه فرحت، قلت الحمد لله ما غاديش نطلع بوحدي، وانما غادي يطلعوا معايا صحابي. صافي رديت عليه قلت ليه هو هذاك، غدا نشدو الكار عندك لمدينة مراكش، ونجيب معايا شي صحابي حتى هما يخدموا. صافي بدا كيوصيني عندك ما تجيوش، عندك تخرج عليا الطريق، عندك هادي. قلت ليه لا وها صاحبي حنايا ماشي دراري صغار. قال لي صافي المهم هو هذاك. المهم انا رجعت نعست، ومع الصباح فقت وبديت كنعيط وكنقلب على صحابي اللي باغيين يطلعوا يخدموا. صافي المهم دبرت على جوج ديال الدراري واتفقنا باش نطلعوا هذا النهار في العشيه، وقلت ليهم نتلاقاو في محطه ديال الكيران. وصلت الخمسة ديال العشيه اخيرا، هزيت ساكي ورميتو على ظهري ودعت والديا وخرجت من الدار. مشيت لقيت الدراري كيستناوني في المحطه، كانوا فرحانين. المهم طلعنا للكار، ضربنا تقريبا مسافه ديال 5 ديال السوايع ديال الطريق، وصلنا اخيرا لمدينه مراكش. هي هذيك نزلنا، ولكن كان خاصنا ضروري شي خطاف اللي يوصلنا للعروبيه فين كاين داك الدري، حيت انا كنت عارف العنوان، وهو اللي عطاه ليا داك النهار ملي كنت كنهضر معاه في التليفون. المهم لقينا واحد الخطاف دانا نيشان لداك العنوان. وصلنا لديك العروبيه، وما كاين لا ديور ولا ناس ساكنين تماك، ما كاين غير الخلا والاراضي الزراعيه. بدينا كنتمشاو شي شويه حتى غيبان ليا واحد البيت صغير وصافي. قلت للدراري يمكن هذاك هو البيت فين ساكن الدري. وصلنا داك البيت، دقينا عليه وخرج عندنا.
لقيت داك الدري ما كنعرفوش وما عمري شفتو من قبل، وانا غير سلمت عليه حسيت بواحد الاحساس غريب وقلبي تقبض عليا بلا حتى شي سبب. اول مره في حياتي كيوقع ليا بحال هكذا، نفس الاحساس اللي حسيت به اول مره ملي هدرت معاه في التليفون. المهم ما تسوقتش وقلت ليه واش انت اللي عيطتي ليا على ديك الخدمه؟ قال لي هو انا. سولناه على سميتو، قال لينا سميتو ياسين. المهم دخلنا لبيتو فين كايناس. ملي دخلنا لداك البيت لقيناه على قد الحال وصافي، يعني بيت مكرفس بزاف، ما كاين فيه لا حمام ولا كوزينه، بيت ديال 4 الحيوط وصافي، وحتى الاكل ديالو باش كيعيش ما لقينا عنده والو. انا استغربت من هاد الشي، قلت ليه واش هنايا فين ساكن انت؟ قال لي هنا. وقال لي انا كنديباني هنا حتى نلقى شي دراري ونكري معاهم شي دار مجموعين، وها نتوما جيتو فيعني خاصكم ضروري شي دار تكريوها وانا غادي نبقى معاكم. قلت ليه مرحبا. قال لينا المهم الخدمه غادي نبداوها غدا ان شاء الله. وانا فوقاش ما كنبغي نسولو على شكون داك السيد اللي عطاه النمره ديالي، ولكن ديما كيتهرب وكيقول لي ماشي مهم، راه واحد الصديق قريب ليك هو اللي عطاها لي وصافي. المهم صافي قال لينا دابا يلا خليونا نمشيو نشوفوا واحد الدار اللي غادي نكريو مجموعين فين غنسكنوا. المهم دانا لواحد الدار وحتى هي كانت على قد الحال وصافي، كتبان من برا قديمه شي شويه. المهم قلنا مع راسنا ماشي مشكل نديبانيو باش ما كان. المهم دخلنا لديك الدار وغير حطيت رجلي في ديك الدار وانا نحس بواحد الاحساس غريب، نفس الاحساس اللي حسيت به اول مره ملي سلمت على داك الدري ياسين، وحتى قلبي تقبض عليا بلا حتى شي سبب. ما عرفتش مناش هاد الشي اللي كيوقع ليا. هذه كانت ثالث مره كنحس بهذا الاحساس. شفت عند الدراري واش حتى هما حسوا بنفس الاحساس، ولكن كانوا كيبانوا لي عاديين. المهم ما تسوقش، دخلنا ديك الدار. هو يبان لينا واحد الراجل كبير في السن، كان كيشوف فينا بشي نظرات غرابين، كان لابس جلابه كحله. قلت للدراري يمكن هذا هو مول هاد الدار. داك الدري ياسين قال لنا بلاتي استناوني هنا غادي نمشي نهضر مع داك الراجل مول الدار ونرجع عندكم. المهم مشى عنده بقى كيهضر معاه وهما كيشوفوا فينا بجوج بيهم. كان باين بلي هاد الدري كيعرف مول هاد الدار من قبل، ولكن ما عرفناش شنو قال له. وحتى داك الدري ياسين ما خلاناش نمشيو عند داك الراجل المجموعين ونهضروا معاه. جاني هاد الشي غريب. المهم شفناه كيهضر معاه غير بشويه، ما عرفناش اش قال ليه، ولكن اللي مستغرب منه هو ان مول داك الدار كان كيشوف فينا وما كيحيدش عينيه كاع علينا. شكيت شي حاجه ماشي هي هذيك في داك الراجل، حيت من الشوفات اللي كان كيدير فينا كانت غريبه. المهم رجع عندنا داك الدري ياسين وقال لنا يلا دخلوا نوريكم الدار تشوفوها. دخلنا معاه وداك الراجل بقى غير حاضينا، ورانا ياسين الدار وقال لنا ايوا كي جاتكم هاد الدراري. واخا كانت على قد الحال وصافي قلنا ما عندنا ما نديرو، قلنا ليه زوينه واخا هي مكان ما يتشاف فيها. صافي اتفقنا انا والدراري، قلنا ليه صافي غادي نكريوها. عطاني الساروت ديال الدار وقال لي هاك هذا خليه معاك، انا عندي الساروت ديالي. المهم دخلنا الحوايج ديالنا الداخل حطيناهم تماك وخرجنا سدينا الباب، مشينا نتقداو داكشي اللي غيخصنا. ملي رجعنا كانت الساعه تقريبا 10 ديال الليل، كانوا السواروت في يديه. ملي جيت باش نحل الباب حتى غنسمع شي وحده كتبكي في الداخل ديال هاد الدار. درت عند الدراري قلت ليهم واش سمعتوا داكشي اللي سمعت انا؟ كلهم بقاو غير حالين فمهم فيا. حليت الباب بالزربه ودخلت، كنقلب في كل قنت ولكن ما لقيت والو. ما تسوقناش وبدينا كنستفو حوايجنا وكل واحد كيحط حوايجو في بلاصتو، وحتى ديك التقضيه اللي جبناه حتى هي استفناها في الكوزينه. داك الدري ياسين جا لعنا وقال لينا واش شفتوا داك مول الدار كيفاش كان كيشوف فيكم؟ ما قال لكم حتى السلام؟ قلت ليه بصح، ولكن ما عليش راه راجل كبير وصافي.
يقدر يكون غير كيحقق في وجوهنا باش يبقى عاقل علينا. قلت ليه اجي، وانت شنو كنتي كتقول ليه؟ قال لي لا والو، غير كنت كنتفاهم معاه في الثمن والصافي. صافي مشينا نجلسو. من بعد شويه وحنا جالسين حتى كنشوف ايوب ساهي في شي حاجه. قلت ليه رجوع الله صاحبي، فين راك ساهي؟ قال لينا انا كنحس براسي عيان، غادي ندخل نرتاح شويه. انا بقيت مستغرب فيه، كيفاش هذا كان فرحان وناشط وغير دخل لهاد الدار تبدل عليا. المهم ناض ومشى لبيتو. انا والدراري كنا جالسين وكنهضروا. من بعد شويه قلت ليهم انا غنخرج للبالكو نشم شويه ديال الهواء. وانا واقف في البالكو حتى غنسمع واحد الصوت غريب، كان الصوت ديال المراه. بديت كنشوف ونسمع منين جاي، لقيتو جاي من هاد الدار اللي ساكنين فيها. مشيت عند الدراري نقولها ليهم، لقيتهم كاملين وقفوا وغير كيشوفوا فيا. قلت ليهم واش حتى نتوما ما سمعتوا شي صوت غريب في هاد الدار؟ قالوا لي بدينا انا والدراري كنقلبوا على هاد الصوت منين جاي، ولكن تفاجأت ملي شفت ياسين جالس في بلاصتو وكاع ما ناضي يقلب معانا، كان كاع ما مسوق. المهم ما تسوقتش ليه وما ديتهاش فيه. بدينا كنقلبوا وما خلينا حتى شي قنت ما قلبناش فيها، ولكن والو، ما لقينا حتى شي حاجه ولا سمعنا شي صوت. المهم رجعنا جلسنا عاود تاني. من بعد شويه نط انا باش نمشي للكوزينه نوجد العشاء، ولكن غير دخلت غنتصدم من داكشي اللي شفت ايوب هز في يدو واحد الموس ومعصب بحال باغي يضرب شي حد بداك الموس. قلت ليه مالك ايوب، مالك صاحبي، حط عليك داك الموس من يديك. من بعد شويه شفت ياسين دخل الكوزينه من مورايا، هو يشوف داك المنظر بدا كيموت عليه بالضحك. قال لي مال هاد صاحبك اللي جبتيه معاك لهنا، واش هذا مريض نفساني ولا شنو؟ انا بقيت غير كنشوف فيه ومستغرب. حيدت ليه داك الموس من يدو ورجعته لبيتو. مشيت عند الدراري وعاودت لهم على هاد الشيء. قلت لهم ردوا البال من ايوب، راه من نهار حط رجلو في هاد الدار وهو كيدير شي تصرفات غريبه وما عاجبنيش. المهم وصلت الوحده ديال الليل وما بغاش يجيني النعاس. نط باش نخرج للباركو عاود تاني نشم شي شويه ديال الهواء، وغير خرجت وانا نتصدم من داكشي اللي شفت قدامي. شفت واحد المشة كحله واقفه وكتشوف فيا بشي نظرات غريبه وكيخوفوا ديال بصح، وعينيها فيهم الشر، وحتى الشكل ديالها مرعب وكيخلع. حسيت بالخوف منين بديت كنشوف فيها. بديت كنضرب برجلي في الارض واش على الله تمشي بحالها، ولكن والو، كانت غير واقفه بلاصتها وما كتحركش نهائيا، كتخنزر فيا بحال تعديت عليها. درت بالناقص كاع من هاد الخرجه ومشيت رجعت لبيتي تكيت. بديت كنفكر في داكشي اللي وقع لايوب وداكشي اللي وقع ليا دابا مع هاد المشة. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك في هاد الدار. وحتى الدري ياسين اللي جابنا لهنا باش نخدمو معاه، حتى هو شي مرات كيدير شي تصرفات غريبه وما مفهوماش. انا تنويت منه. المهم بقيت كنفكر حتى داني النعاس. فقت في الصباح وانا مهلوك وعيان. شفت في الجسم ديالي وانا نتصدم، لقيتو كامل حمر بحال تقول شي حد كان كيضربني الليله كامله. اش هاد الشي يا ربي؟ والليل كامل وانا كنحلم وكنتخيل شي حوايج خايبين بزاف كيطراو معانا في هاد الدار. ملي بديت كنسترجع داكشي اللي حلمت به، حسيت بحال شي واحد كان كيخنقني وما خلانيش نتحرك ولا نوض من بلاصتي. المهم ما تسوقتش ومشيت للحمام نغسل وجهي، وغير شفت في المرايا شفت فيها بحال شي خيال كحل. ملي قربت نشوف شنو كاين ما لقيت حتى حاجه، اختفى داكشي. بقيت مصدوم وما فهمت حتى شي حاجه من داكشي اللي كيوقع هنايا. من بعد شويه وانا نسمع لايوب كيغوت على كريم كيقول ليه انت اللي قطعتي ليا حوايجي، انت اللي قطعتي ليا حوايجي. وكريم كيقول ليه اش كتقول صاحبي، دير عقلك، انا ما قربتش نهائيا لحوايجك. من بعد شويه حتى سمعت كيقول انا غادي نمشي بحالي من هاد الدار وما نزيدش نبقى هنايا دقيقه مازال.
مشيت عندهم وقلت لهم مالكم هاد الدراري كتخاصموا. وقبل ما نسمع الرد ديالهم حتى غنشوف ياسين قرب عندي وقال لي راه ايوب ناض من النعاس ولقى كاع حوايجو مقطعين، وشك بلي كريم هو اللي دار لي هادشي كامل. انا بقيت مصدوم من هادشي، ما فاهم حتى شي حاجه. كريم كيحلف وكيقول لينا والله ما درت شي حاجه، والله ما درت شي حاجه، والله ما قطعت ليه حوايجو. انطق ايوب وقال ليه راه لقيت حداك الموس، اشنو كنتي كدير به البارح؟ في ديك اللحظه انطقت انا وقلت ليه واش ما عقلتي على والو اللي طرا ليك البارح؟ راه انت اللي شفتك البارح هز الموس في يديك وماشي كريم، واش ما عقلتيش ولا شنو؟ قال لي ما فهمتش على من كدوي انت، واش من موس كنت هز انا البارح؟ شاف فيا وقال اش بغيتي تقول زعما انا اللي قطعت حوايجي لراسي؟ انا بقيت كنحاول نهدن فيه وقلت ليه انا ما قصدتش نقول لك هادشي، كنقول ليه تهدنا صاحبي، راه غادي نعرفوا شكون قطع عليك حوايجك. ولكن هو غير كيغوت وكيقول لينا انا بغيت نمشي بحالي من هنا. ايوب تعصب بزاف بسبب داك الشيء اللي وقع ليه. من بعد شويه شفت ايوب طلع لبيتو وجمع حوايجو في ساكو وبغا يخويه. انا والدراري كنحاولوا نقنعوه باش يبقى، وراه اكيد غادي نلقاو شي حل لداك الشيء اللي طرا ليه، ولكن والو، ما بغاش يجلس ومصير انه يمشي. مشى كيجري من جهه الباب وبغا يحلو، ولكن الباب ما بغاش يتحل، تعكس كيقول لينا اش هاد الشيء، حلوا لي نمشي بحالي من هنا. قلت ليه حل بالسارود ديالك، ياك كل واحد فينا عنده السارود ديالو. عيا ما يدابز معاه حتى تهرس ليه السارود في الباب وما بغاش كاع يتحل ليه. بقينا مصدومين من داكشي اللي كيوقع هنايا. انا كنقول ليهم سكتونا صاحبي، خليونا نعرفوا شنو اللي كيوقع في هاد الدار. ايوب بدا كيقول لكريم ان هادشي كامل اللي كيوقع هنايا راه بسببك. كريم جاوبو وقال ليه انا علاش غندير هادشي؟ بدا غير كيغوتو حتى بغاو يتخاصموا كاع. ما حسيت حتى غوطت عليهم بالجهد، قلت ليهم سكتونا سكتونا نعرفوا شنو كيطرا هنايا. من بعد شويه حتى سمعنا شي حاجه تهرسات، وكان جاي تحديدا من البيت ديالي. ملي مشينا نشوفو شنو كاين لقينا المرايه اللي كانت عندي تماك طاحت على الارض وتهرسات. بقينا غير كنشوفو بعضياتنا ومصدومين كيفاش حتى طاحت هاد المرايه. ما بقينا فاهمين شنو هادشي اللي كيوقع. خرجنا وجلسنا مجموعين في الصالون وساكتين، واحد كيشوف في الاخر وكلشي مصدوم من داكشي اللي كيطرا هنايا. من بعد شويه قلت للدراري انا نطلع لبيتي باش ندير التليفون ديالي يتسارجا ونرجع. المهم طلعت وغير دخلت وانا نتصدم من داكشي اللي شفت ديك المرايه اللي طاحت قبيله معلقه في بلاصتها وبحالها كاع ما طاحت ولا تهرست نهائيا. بديت كنشوف ديك المرايه ويا ريتني غير ما شفتش. بانت ليا واحد المراه كانت لابسه كلشي كحل ومغطيه على وجهها كامل. بقيت واقف ومصدوم وما عارفش شنو ندير. اش هادشي كيوقع هنايا يا ربي؟ خرجت من داك البيت بالزرباه وانا ما مصدقش راسي. وشنو هاد المصيبه الكحله اللي شفت؟ شافني داك الدري ياسين مخلوع ومصدوم، قال لي مالك صاحبي واش انت لاباس؟ قربت وقلت ليه بشويه حنا راه ماشي بوحدنا هنايا. رد عليا وهو مستغرب، قال لي شنو بغيتي تقصد؟ قلت ليه سير طلع لبيتي وشوف في المرايه. قال لي مالها؟ قلت ليه سير شوف بعينيك. ياسين ناض ومشى لبيتي ورجع لعندي وقال لي ما كاين والو وما لقيت والو. شفت فيه وقلت ليه اش كتخربق، واش انت متاكد؟ رجعت كنجري لبيتي ولكن غادي نتصدم داك الشيء اللي شفت. ديك المراه ما لقيتهاش في المرايه. انا ما مضيقش راسي، قلت ليه لا ما يمكنش، هي كانت هنايا، انا شفتها بعيني، انا متاكد باللي كانت هنايا. ياسين قال لي يمكن غير كان كيتخايل لك. قال لي واش ما نعستيش مزيان البارح ولا شنو؟ المهم خرجنا من داك البيت ورجعنا عند الدراري، عاودت ليهم على هاد الشيء اللي وقع ليا دابا. ملي سمع كريم هاد الهضره هو يقول لينا واش حنا غنبقاو محبوسين هنايا ولا شنو؟ وحتى لامتى غادي نبقاو في هاد الدار؟ حتى الريزو ما كاينش، يعني ما نقدروا نصونيو على حتى شي واحد باش يخرجنا من هنا.
قال له ياسين صبر شويه وغادي نوضو نحاولوا نحلو داك الباب عاود تاني. انا مستغرب من واحد الحاجه، انا ياسين كان اكثر واحد مهدن فينا، شاف فينا وحنا كنتغاوتو قدامه، مشى طلع لبيتو ومشيت انا تبعتو. قلت ليه واش انت لاباس؟ شاف فيا وضحك قال لي لاباس، انا غير ما استحملتش الغوات ديالكم وطلعت لبيتي. قال لي يا ايوب هو اللي منوض لينا هاد الصداع كامل. قلت ليه ايوب، ونهار اللي حط رجلو في هاد الدار هو كيدير شي تصرفات غريبه وما مفهوماش، عمرو كان بحال هكذا من قبل. قال لي يا ياسين يلا نهبطوا للكوزينه عاوني نقادو العشاء. قلت ليه لا انا كنحس براسي عيان شويه دابا. خرجت من البيت ديال ياسين وانا مستغرب منه وشاك فيه انه كيخبي علينا شي حاجه، حيت داكشي كامل اللي وقع لينا في هاد الدار وهو كاع ما مسوق وبحال حتى شي حاجه ما وقعت. المهم رجعت عند الدراري عاود تاني وبقيت جالس معاهم، ولكن هما غير ساهيين وما كيدويوش نهائيا. قلت ليهم غير صبروا هاد الدراري دابا نلقاو شي حل ونمشيو من هاد الدار. من بعد شويه حتى كنشوفو ياسين جاب العشاء في يديه، بقينا كنتعشاو، ولكن انا كنت مركز وحادي غير التصرفات ديالو، حيت هو اللي شاك فيه. كنشوف كيفاش كيهضر وكيفاش كيتصرف. كنا مجموعين في الطابله وكنحاولوا نفسروا هادشي اللي طرا لينا. نطقت انا وقلت ليهم راه حنا ماشي بوحدنا هنايا. لقيتهم كاملين كيشوفوا فيا ومصدومين من هاد الهضره اللي قلت ليهم، وكلهم رادين معايا البال الا ياسين كان كيضحك وكاع ما مسوق. ياسين طقو قال لينا وهو كيضحك ياك ما عايشين هنايا مع الجنون. كريم جاو وقال ليه بركه من هاد الضحك الباسل ديالك، شوف حنا شنو كيوقع لينا وانت كاع ما مسوق وغير ضاحك، وزيدها بديك الهضره ديالك الخاويه. كمال قال لينا شنو دابا، واش نبقاو مربعين يدينا ولا كيفاش؟ نضنا كنقلبوا على اي حاجه تعاوناه باش نهرسوا داك الباب. مشيت بالزربه جبت الموس من الكوزينه وعينا من ندابزو مع الباب، ولكن والو ما بغاش يتحل. فقدنا الامال ورجعنا لبلايصنا. في ديك اللحظه بان لي ياسين كيهضر مع ايوب في ودنو وما عرفتش اشنو قال ليه. ايوب بحال تخلع منين سمع ديك الهضره. كريم بدا كيغوت وكيضرب في راسو كيقول علاش جبتوني لهنا، علاش جبتوني لهنا. من بعد شويه ياسين قال لينا انا غادي نمشي ننعس. كيفاش هذا؟ واش حنا كنتقاتلوا باش نتفكوا من هاد المصيبه الكحله؟ هو كاع ما مسوق وبغى يمشي ينعس. بديت كنغوت عليه وكنقول ليه مالك انت كاع ما مسوق لينا، بحال حتى شي حاجه ما كتوقع هنايا. قال لي شنو بغيتيني ندير، نبدا نغوت بحالكم؟ حنا كنهضروا حتى غنسمعوا الغوات. كان داك الغوات جاي من بيت ديال كمال. قلت للدراري ياك ما كمال هو اللي كيغوت، حيت في ديك اللحظه هو كان طلع لبيتو. مشينا بالزربه نشوفوا شنو كاين وحنا غنتصدموا من داكشي اللي شفناه جالس في واحد القنت وكيغوت مخلوع بزاف وكيرتجف. قلنا ليه مالك صاحبي كتغوت، شنو وقع عليك؟ قال لينا هي. قلت ليه شكون هي؟ قال لي بغات تقتلني. انا بقيت مصدوم فيه. قلت ليه صافي تهدن انا معاك ما تخافش. دورت وجهي عند الدراري باش نقول لهم اننا خاصنا نلقاو شي حل باش نهربوا هاد الليله من هنا. وبالصدفه حتى غنشوف ياسين واقف في الباب وكيضحك، ما تسوقش لهاد الشيء وبحال ما وقع والو. ملي درت عنده وشفت فيه وهو يجمع ديك الضحكه ديالو، ولكن انا كنت شفتو حضر راسو للارض ومشى. انا في ديك الوقيته تعصبت، مشيت تبعتو شديت فيه. قلت ليه بغيت نعرف شنو واقع هنايا، انت اللي جبتينا لهنا باش نخدمو، في الاخر جبتينا لهاد الدار اللي ما عارفينش اش كيطرا فيها. انت راك عارف شي حاجه ولكن حنا ما عارفينهاش. شاف فيا وقال لي اش كتقول اصاحبي، تهدن واطلق مني، انا ما عارف حتى شي حاجه بحالي بحالك. قلت ليه انا شفتك منين هضرتي مع ايوب في ودنو وقلتي ليه شي حاجه. فهاد اللحظه وجهه صفار وبدا كيتمتم في الهضره. قال لي عادي غير كنت كنضحك معاه وصافي.
علاش زعما انا نكون هو السبب في هادشي اللي كيوقع؟ انا راه غير درت فيكم خير، طلعتكم تجيو تخدموا هنايا. انا شاك فيه هو اللي من ورا هادشي كامل. ما بغيتش نطلق منه، كنت بغيت نضربه حتى يقول لي شنو كاين. ولكن جا عندنا كريم قال لنا تهدنوا هاد الدراري، خاصنا نلقاو شي حل، ماشي تخاصموا وتزيدوا تكملوا على اللي فينا. الا بقينا كنتغاوتو هذا على هذا راه غنبقاو هنايا. المهم طلقت منه ومشيت كنطل من البالكو باش الا بان ليا شي واحد دايز نعيط عليه ونقول ليه يطلع يعاوننا. ولكن الحاجه اللي كانت غريبه، ما كاين حتى شي واحد دايز. ديك العروبيه ما كاين فيها غير الخلا. المهم وصلت الخمسة ديال العشيه وانا جالس مع ايوب ومقابلوه، حيت هو اللي كان مدمر كتر منا كاملين. كنقول له كي بقيت يا صاحبي؟ شويه دابا. وانا جالس مع ايوب وكنهضر معاه حتى غيجي عندنا كريم. قال لينا بغيت نقول لكم واحد الحاجه. قلنا ليه شنو هي؟ قال لينا راه ياسين هو السبب في هادشي كامل اللي كيطرا هنايا. قلت ليه شنو؟ واش كتهضر بصح؟ راه حتى انا كنت شاك فيه. قال لي اييه، كيف ما كنتي متوقعه ابراهيم، ياسين عارف كل شيء. قلت ليه وشنو دابا؟ جاوبني كريم وقال لي راه ياسين عنده علاقه مع الجنون وهو كينفذ الاوامر ديالهم. انا بقيت مصدوم من هادشي اللي قال لي، وبديت كامل كنرتجف ايوب حدايا كيبكي. ما عرفناش شنو نديرو. قلت ليه راه هو اللي كان السبب باش جينا لهنا، وملي عيط عليا اول مره قال لي النمره ديالك عطاها لي واحد صاحبك قريب ليك. وهنا عرفت ان شي حد من صحابي المقربين هو اللي باعني لهاد الجنون. قال لي كريم هو عارف ان هاد الدار مهجوره وساكنين فيها الجنون، وداك مول الدار اللي شفناه اول مره راه كان كيعاونو في داك الشيء اللي كان كيدير. سولتو انا وقلت ليه وعلاش زعما هو غيدير هاد الشيء كامل؟ قال لي راه هو كينفذ الاوامر ديال الجنون، والجنون ديما كيبغيو ضحايا جداد، وهاد الدري ياسين هو وسيط معاهم. من بعد شويه وحنا نسمعوا الصوت ديال ياسين جاي من اللور كيقول ليه كنت عارف باللي غادي يدخلني الكلب. قالها الكريم حيت تاق فيه، وعاود ليه على انه كيخدم مع الجنون. ولكن كريم ما قدرش يصبر وقالها لينا. ملي شفنا في عينيه كان معصب بزاف، بدا جاي لجهة كريم في واحد اللحظه وهو يقول ليه انت خنتيني ومشيتي قلتيها ليهم، دابا غادي تشوف اش غادي يوقع لك الكلب، غادي نعذبك ونديك ليهم يشربوا من دمك، وماشي غير انت، غادي نعذب معاك حتى الناس اللي كتبغيه. انا تخلعت بزاف بهاد الهضره اللي قال الكريم. ايوب شفتو حتى هو كيبكي وخايب بزاف. قلت ليه ما تخافش صاحبي، حنا راه هنا معاك. كريم بدا كيشوف شي حوايج اللي ما كنشوفهمش انا. جلس في الارض وشد راسو وما قدرش يحل عينيه. قلت ليه تهدن، راه ما كاين والو، هادشي كامل غير كيتخيل ليك، راه ياسين غير كيلعب ليك بعقلك. وهو كيغوت وكيعاود نفس الهضره وكيقول لي ها هما جاو يديوني، ها هما جاو يديوني. حاولت نهدنو ولكن هو كان مخلوع بزاف. في واحد اللحظه حتى كنشوفو مشى كيجري جهه البالكو، طلع الفوق، ما جيت فين نشدو حتى طاح ومات. بديت كنبكي وكنغوت. درت عند ياسين وكنت معصب منه بزاف وبغيت نضربو. قلت ليه علاش كدير هاد الشي كله؟ شنو درنا عليك حنا؟ قال لي هذاك خائن وخاصو يموت. من بعد شويه وحنا كنسمعوا الصوت ديال التقرقيب والغوات في كل بلاصه. ايوب عينيه تقلبوا والدم هبط ليه من نيفو. ديك المرة اللي شفتها في المرايه ديال بيتي عاود بانت قدامي. ما عرفناش شنو كيوقع هنايا. انا كنغوت وكنقول ليه رجوع الله ياسين، علاش كدير هاد الشيء؟ من بعد شويه حتى غنشوف ياسين نقز على ايوب وبدا كيخنقو وغيقتلو. ايوب وجهه صفار وما كانش كيتنفس. انا كنغوت وكنقول ليه لا تلقوا، لا تلقوا صاحبي. ما حسيت حتى هزيت واحد الحديده كانت قدامي وضربته بها حتى طاح على الارض وغيم. مشينا بالزربه للباب وبدينا كنهرسو فيه، بقينا كنحاولوا معاه
حتى هرسناه وخرجنا هاربين. طليت على كريم اللي طاح من الباركو، لقيتو مات، وحنا بقوة الخلعة سمحنا فيه وبقينا غير كنجريو في ديك العروبية حتى وصلنا للطريق الكبيرة. وقفنا واحد الطوموبيلة كانت دايزة من تماك، وقفات عندنا ووصلتنا للمدينة. مشينا نيشان الكوميسارية نعاودو ليهم على هادشي اللي وقع لينا. بداو كيحقوا معانا، وملي مشاو باش يشوفوا شنو كاين ما لقاوش الاثار ديال ياسين، اختفى وغبر بحال شقاتو الارض وبلعاتو. ولكن لقاو كريم مات، وهنا تصدمنا بهذا الخبر. والبوليس عياو ما يقلبوا على داك الدري ياسين، ولكن ما لقاوش وما خلاو فين قلبوا عليه والو. حنا بقينا مصدومين. المهم رجعنا انا وايوب لدارنا، وكل واحد فينا مشى لدارو، وكنقولوا الحمد لله اللي نجانا من هاد المصيبه الكحله وما وقع علينا والو. ولكن الموت ديال صاحبنا كريم اثر فينا بزاف. المهم دازت الايام والايام حتى في واحد النهار غادي نسمعوا ان داك الدري ياسين لقاوه ميت في واحد الغابه، ما عرفوش مناش مات. ولكن انا كنت متاكد ان دوك الجنون اللي كان خدام معاهم هما اللي قتلوه، حيت لربما هو كان صافي بغا يبعد عليهم ويخليهم، ولكن هما ما قبلوش وقتلوه. وكل مره كنتلاقى بايوب الا وكان تفكروا داك الشيء كامل اللي وقع لينا في ديك الدار الملعونه ومع داك الدري ياسين، وحتى الموت ديال صاحبنا كريم. وهنايا حسيت انا هو السبب في هاد الشيء كامل اللي وقع لينا، حيت انا درت ثقه في داك الدري ياسين، ولكن هو لعب ليا بدماغي ودانا للهاويه وباعنا للجنون. من بعد بقيت كنحاول وكنقلب على شكون داك السيد اللي عطاه النمره ديالي، حيت قال لي من قبل راه عطاها لي واحد من الاقرباء ديالي، ولكن والو ما قدرش نعرف شكون. في ديك اللحظه ما بقيتش قادر نعيش مع هاد الناس مازال، وهزيت ساكي وهاجرت لبلاد بعيده نعيش فيها. القصه ديالنا غتسالي هنا يا خوتي. اذا عجبتكم القصه ما تنساوش تحطوا شي لايك، بارطاجيو هاد القصه مع صحابكم غير باش تشجعوني نزيد نحط لكم قصص بزاف بحال هادو. واذا قدرتي دير شي كومونتير زوين فشكرا، واذا ما قدرتيش فحتى هي شكرا. واذا كنتي اول مره كتسمع القصص ديالي ما تنساش تابونا وتفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا. وهذا ما كان اخوتي، نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله. تهلاو، السلام عليكم.